ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده انا هتكلم على موضوع السكن هنا في امريكا، وبالاخص للناس اللي هي جايه من دول عربيه مثلا زي مصر وجايين هنا هوت على امريكا. مليون في المية عايزين يلاقوا سكن. طب وايه الحلول اللي قدامك او ايه الاوبشنز اللي موجوده قدامك؟ هحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب النهايه بتاعه الموضوع دوت، لان انا شايف ان في لغط كتير جدا على موضوع السكن هنا في امريكا. فان شاء الله هحاول في الفيديو دوت ان انا الخص الموضوع كله، واقول لك ايه الاوبشنز اللي موجوده اللي قدامك، يعني من الاخر، او اللي انت تقدر تختارها بسهوله، يعني لان الموضوع مش معقد قوي كده للدرجه دي. طيب تعالوا نفكر في الموضوع من وجهة نظر تانية مختلفة، يعني في حتة ان انت جاي هنا امريكا ومحتاج ان انت تلاقي شقة. تعالى نفترض مثلا ان انت رايح دولة زي دبي مثلا، فاهم؟ ورايح من مصر لدبي. ايه الحلول اللي قدامك عشان تحل موضوع السكن دوت لو انت رايح من مصر لدبي؟ الحلول اللي قدامك حاجة من الاتنين: يا اما انت تعرف حد هناك في دبي هيساعدك في موضوع السكن، هيجيب لك شقة او هيخليك ان انت تقعد معاه، او هيتصرف لك في حاجة، او هيقول لك تعمل ايه بالظبط في موضوع السكن. او الحل التاني، لو انت ما تعرفش اي حد خالص في دبي، هتعمل ايه؟ هتروح تقعد في فندق. فما ما قدامكش حل تاني يعني، او هتحاول ان انت تأجر شقة من على النت من قبل ما انت ما تسافر دبي. ده الحلول اللي موجودة قدامك، ما مش هتخترع حل تالت، فاهم؟ طيب تعالوا بقى نقلب الكفة. انت راجل جاي بقى هنا امريكا، فاهم؟ هي نفس الحلول يعني، فاهم؟ انت يعني ايه الفرق ما بين ان انت مثلا مسافر من مصر او من اي دولة عربية لمثلا دولة زي دبي مثلا، وان انت مسافر مثلا من اي دولة عربية جه على هنا امريكا؟ هو نفس الحلول، فاهم؟ يا اما تبقى عارف حد هنا جوه امريكا يساعدك ان هو يقعدك معاه مثلا لحد لما انت تقف على رجلك وتشوف الدنيا ماشية ازاي، يا اما هتيجي هنا وهتقعد في فندق او هتأجر شقة من على النت قبل ما انت ما تيجي. عارف حاجات، يعني انا شايف ان هي حاجات واضحة، مش محتاجة لف ودوران، او مش محتاجة ان انا هقولك على زي ما بقولك ايه، الفكرة الذهبية. بنسبة 99%، بلاش 99%، يعني بنسبة 90% من الناس اللي جم هنا أمريكا، هم طبعا ما يعرفوش أي حاجة هنا في أمريكا، جم وكان في حد هنا في أمريكا قال لهم مثلا تعالى اقعد مثلا في الشقة دي عندي، تعالى اقعد في الحتة دي عندي، أو تعالى اعمل كذا، فاهم؟ لحد لما يقف على رجله، وبعد كده بيبدأ يجيب شقة تاني بقى لوحده، فاهم؟ الموضوع مش يعني مش بالصعوبة ديت يعني، فاهم؟ لو انا جاي هنا امريكا، تمام، وقلنا الحل الاولاني ان انا اعرف حد، الحد دوت هيساعدني، بلاش اقول ان هو هيخليني اقعد معاه، فاهم؟ بس بنسبة كبيرة هيقول لي روح اجر شقة مثلا، او اجر شقة من على الموقع الفلاني، فاهم قصدي ايه؟ فانا هروح على الموقع اللي هو قال لي عليه، او هو ممكن يروح على الموقع اللي هو قال لي عليه ويعرف انا جاي امتى بالظبط ويأجر لي شقة. وانا ساعتها ممكن مثلا انا ادفع فلوسها لما اجي، او هو مثلا ممكن يديني مثلا الويب سايت وانا اخش اختار الشقة اللي انا عايزها وادفع فلوسها. يعني بنسبة كبيرة دي هتبقى نسبة المساعدة اللي هو هيساعدك فيها، فاهم؟ الا بقى لو هو مثلا عنده بيت كبير او حاجه وانت مثلا جاي، ممكن مثلا يديك اوضه في بيت لحد لما انت مثلا تقف على رجلك، وبعد كده تبدا بقى ايه، تمشي، يعني تنقل من البيت بقى، تروح تقعد في حته تانية. لكن من الصعب جدا ان هو يكون مثلا قاعد في بيت صغير او قاعد في شقه صغيره وانت جاي، ويخليك كمان تقعد معاه، وبالذات كمان لو هو معاه عيلته وانت جاي بعيلتك، فالموضوع بنسبه كبيره جدا هيبقى صعب جدا يعني. طيب ايه الحلول اللي قدامك لو انت راجل جاي هنا امريكا؟ تعالوا نتكلم بامانه، وما ما تعرفش حد، فاهم؟ او مش عايز تسال حد في ان هو يساعدك، لان بنسبه كبيره هيبقى ممكن مثلا انت محرج ان انت تسال حد ان هو يساعدك. ايه الحلول اللي قدامك؟ الحلول اللي قدامك حاجه من الاتنين، ودي انا شايفهم ده اغلبيه الاوبشنز اللي موجوده قدامك. انا والله زي ما قلت، انا شفت كتير جدا، ناس كتير جدا فيديوهات بيتعاملوا مع الشخص اللي جاي امريكا دوت ان هو جاهل جاهل جدا، يعني ما يعرفش حتى يعني ايه كلمة نت، فاهم؟ يعني انا مش عارف. انت بتتفرج عليها على اليوتيوب، فاهم؟ يعني انت فاهم يعني ايه نت؟ فاهم يعني ايه تخش تدور على شقة من على النت؟ فاهم يعني ايه ممكن تدفع شقة من على ويب سايت، تدفع مثلا الايجار بتاعها؟ الموضوع بيعاملوا الناس ان هم جايين مثلا من مصر او جايين من دولة عربية ان هو لا يفقه اي شيء في اي حاجة، ودي صعبة جدا يعني. فتعالوا نتكلم، لو انت جاي هنا مثلا من دولة زي مصر وانت ما تعرفش حد هنا في امريكا، هتعمل ايه؟ الحلول اللي موجودة قدامك حاجة من الاتنين: يا اما هتأجر شقة قبل ما تيجي هنا امريكا، يا اما هتأجر فندق قبل ما تيجي هنا في امريكا. ليه انا قلت قبل ما تيجي هنا امريكا؟ امريكا كبيرة،
اي ولاية هتنزل فيها كبيرة جدا. ما ينفعش ان انت تيجي هنا امريكا معاك شنط سفر جاي من مثلا سفر طيران 10 ساعات و12 ساعة عشان تنزل المطار وتقعد تفكر انا هروح ابات فين دلوقتي. لا دي صعبة، ما ينفعش ان انت تعمل حاجة زي كده. فبمعنى كده ان انت راجل جاي قبل ما تيجي هنا امريكا، انت راجل مخطط لكل حاجة، عارف هتقعد فين اقل حاجة اول اسبوعين، عارف هتاكل ازاي، معاك فلوس، عارف هتمشي نفسك ازاي. ده حاجات لازم تبقى انت عارفها. ما ينفعش ان انا جاي من بلد زي مصر على هنا على امريكا ولسه مستني لما انزل المطار عشان اشوف انا هعمل ايه. لا يعني دي صعبة، فاهم؟ فلو انت جاي هنا امريكا لازم زي ما قلت لازم تظبط امورك من قبل ما تيجي. من وانت في مصر تعمل ايه؟ من وانت في مصر في حاجة من الاتنين، يا اما تأجر فندق زي ما قلت، يا اما تأجر شقة. طيب لو أجرت شقة، ايه الشقق اللي انت ممكن تأجرها بحيث، او ايه المواقع اللي ممكن يأجر لك شقة بحيث ان انت جاي هنا؟ مش هقولك انت معكش اوراق، بس لو انت جاي مثلا على الموضوع اللي هو اللوتري، انت جاي لسه الجرين كارد لسه ما طلعلكش، والسوشيال سيكيورتي نمبر لسه ما طلعلكش. فلو رحت اي شقه في الكومباوندز اللي بتبقى موجوده وقلت له انا عايز اجر الشقه ديت، مش هيرضى ياجرها لك من غير السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك ومن غير الجرين كارد. ولازم برضو يبقى عندك شغل، يعني في اصلا اغلبيه الشقق اصلا بيطلب منك ان انت لازم يكون عندك شغل، لازم تكون شغال. فالموضوع ان انت تروح لكومباوند وتقول له انا عايز اجر شقه، دي بتبقى صعبه. فايه الحلول اللي بتبقى قدامك؟ ان انت بتأجر شقه عن طريق الاير بي ام بي. للناس اللي ما تعرفش ايه اير بي ام بي اير بي ام بي حاجه عامله كأنه زي سمسار من الاخر. يعني هو عباره عن ابلكيشن زي زي الناس في مصر اللي هم السماسرة، فاهم؟ بتخش موجود كل الشقق اللي موجوده، الناس بتحط الشقق اللي هي عايزه تأجرها، فاهم؟ وانت بتخش تبص على الشقه وبتكتب المده اللي انت عايز تقعد، هتقعد قد ايه. نفس بالظبط فكره ان انت قاعد في بتدور على فندق من الاخر، هي بالظبط، بس الفرق ان انت بتدور على شقق عكس الفندق. طيب ليه موضوع الاير بي ام بي احسن؟ اول حاجه موضوع الاير بي ام بي ده بيبقى في ضمان، يعني انت بتبقى ضامنه شويه. ليه؟ انت بتبقى جاي من قبل ما تيجي امريكا، انت اوريدي حاجه الشقه، عارف الشقه، بيبعت لك العنوان بتاعها، اللوكيشن بتاع الشقه. بتخش تبص على الشقة على الصور بتاعتها قبل حتى ما تيجي أمريكا، بتعرف إذا كان فيها إيه، السرير عامل إزاي، شكل الشقة عاملة إزاي، السعر هدفع كام، كل التفاصيل بتبقى موجودة. أنت مش يعني ما فيهاش نصب، فاهم؟ وخلي بالك هي ما فيهاش نصب عليك وعلى برضه على المستأجر، على الشخص اللي هو بيأجر، فاهم؟ فالموضوع بيبقى إيه، ضمان للفردين. فعشان كده قلت احسن حل بيبقى موجود قدامك، بالذات لو انت جاي وما تعرفش حد خالص، هو حل الاير بي ام بي. طيب ايه هي عيوب اير بي ام بي؟ لو انت جيت سألتني حاجة واحدة بس من ضمن اللي انا ممكن انا يعني اكون متذكره شوية من عيوب اير بي ام بي، ان انت لازم تدفع قبل ما تيجي هنا امريكا، او قبل ما تبدا المده بتاعه الاقعاد بتاعه الشقه في الشقه اللي انت مأجرها. ليه انا شايفها ان دي عيب؟ لان لو انت جاي من مصر ممكن مثلا بتبقى انت جاي مثلا برضو معاك كاش، يعني معاك فلوس كاش، فاهم؟ لسه ما فتحتش بنك حساب ولا اي حاجه. بس في المقابل لو انت مثلا راجل قاعد في مصر، عشان كده انا قلت الموضوع مش صعب قوي يعني، بس لو انت قاعد في مصر وانت معاك كارت الديبت كارد اللي انت بتستخدمه في البنك، فاهم؟ ممكن تدفع بيه، ما فيش اي مشكله خالص. يعني على الاقل لو انت جاي هتقعد مثلا اسبوعين، ممكن تستخدم الكارت بتاعك اللي موجود في مصر اللي هو تقدر تدفع بيه بالدولار. ممكن تدفع على الاقل اسبوعين، يعني فاهم؟ هتدفع كام مثلا في الاسبوعين؟ لو قلت مثلا اسبوعين ممكن تدفع $800 مثلا، انا بديك مثلا مثال. يعني انا بتكلم ان انت بالكارت اللي موجود في مصر تقدر ان انت تستخدمه، فاهم؟ لو انت دفعت منهم 500 $500، $500 دي يعني بيعملوا في سكه مثلا 30,000 مثلا. أنا بتكلم مثلا، أنا مش متأكد بالظبط سعر الدولار كام، بس قول مثلا 30,000 أو أقل حتى من 30,000. فإن أنت حاجة تقدر إن أنت على الأقل يبقى عندك مكان تقعد فيه أسبوعين لحد حتى لما تيجي هنا أمريكا. وممكن بعد كده تدفع كاش، تفتح لنفسك بنك، قصدي حساب في البنك عادي، وتدفع بالفلوس اللي هي معاك كاش. الحاجة التانية اللي أنا قلت عليها ليه أنا قلت على اير بي ام بي، لان اير بي ام بي كان مقارنه بالفنادق ارخص كتير جدا من الفندق، فاهم؟ انت هنا لو جيت هنا اي فندق عشان تقعد فيه تتكلم في اقل ليله. انا بكلمك بقى على دالاس تكساس، انا ما اعرفش بقى نيويورك وما اعرفش كل الولايات التانية لان السعر فيها بيختلف جامد. بس انا بكلمك على اللي انا قاعد فيه او اللي انا شايفه هنا في ولايه تكساس. لو انت جيت هنا تكساس اقل فندق
اقل فندق بتتكلم مش اقل من 80 ل 100 دولار فاهم في الليله الواحده. فطبعا لو انت جيت فكرت فيها 80 ل 100 دولار ده مبلغ يعني كبير في الليله. في المقابل انت ممكن تروح تقعد في حاجه زي اير بي ام بي. انا والله العظيم قبل ما اعمل الفيديو دوت والله بصيت على اير بي ام بي عشان ما حدش يخش يقعد يقول لي إيه انت بتجيب الكلام ده منين مش عارف ايه. لا والله انا بصيت على اير بي ام بي هنا في الولايه اللي انا قاعد فيها في تكساس في دالاس. ممكن تجيب شقه في الشهر على اير بي ام بي في حدود 1700 ل 1800 دولار. الشقه طبعا مش شقه كبيره بس شقه يعتبر كامله، فيها تلفزيون فيها سرير فيها كنبه غساله ثلاجه. بتبقى عباره عن اوضه وصاله. طبعا 1700 او 1800 طبعا مبلغ كبير كبالنسبه هنا لتكساس. بس انت زي ما بقول لك ايه مجبر شويه يعني انت ما قدامكش حلول تانية. لان انت يعتبر اكنك ايه مش هقول لك انت معكش اوراق بس انت اوراقك لسه ما طلعتلكش فمش هتقدر ان انت تأجر شقه بالسعر اللي هو العادي الطبيعي مثلا ب 1000 دولار او 1100 دولار او 1200 دولار وانت معكش مثلا سوشيال سيكيورتي او معكش جرين كارد فاهم. فعشان نلخص الموضوع انت زي ما انا ما قلت انت لو انت جاي هنا امريكا ايه الحلول اللي قدامك؟ ما قدامكش غير حاجه من الاتنين، يا اما تأجر شقه يا اما تأجر فندق، ولازم تأجرهم قبل ما تيجي هنا امريكا. بالذات موضوع الشقه فاهم. لان مفيش حد هتيجي هنا امريكا تخش عليه بشنط تقول له السلام عليكم انا عايز اجر الشقه ديت فاهم. لازم تكون انت متفق معاه قبل ما تيجي هنا امريكا. في كذا موقع موجود بس الموقع اللي انا اعرفه واللي ناس كتيره جدا مستخدماه بتستخدمه وانا عن نفسي استخدمته كتير جدا لما سافرت ايطاليا وحتى لما سافرت مصر، هو الموقع اللي اسمه اير بي ام بي. وزي ما قلت موضوع ان انت تدفع الاير بي ام بي سهل جدا يعني انا مش شايف في اي صعوبه تما. تقدر ان انت عادي تحط الديبت كارد بتاعك او الكريدت كارد بتاعك اللي موجود في مصر. لما تيجي هنا بقى امريكا ممكن تفتح حساب في البنك وتبدا تدفع عادي. او ممكن حتى لما انت تيجي هنا امريكا ممكن تتكلم مع المستاجر اللي هو بيأجر لك الشقه تقول له ممكن مثلا امد اسبوعين كمان وادفع لك الفلوس دلوقتي كاش فاهم. في ناس كتير على فكره على اير بي ام بي بيحبوا الموضوع دوت. ليه؟ لان اير بي ام بي الابلكيشن ذات نفسه بياخد منهم نسبه. فلما انت تقول له انا هأجر منك اسبوعين وهديك الفلوس كاش يعني من الاخر هو هياخد الفلوس كلها لنفسه. لان سي مثلا على اير بي ام بي الاسبوعين مثلا يعني مثلا بديك مثلا مثال عاملين 500 دولار فاهم. ال 500 دولار المستاجر ما بياخدش الفلوس كلها لا الابلكيشن بيبقى ليه نسبه فاهم. فلو انت جيت هنا وعملت معاه زي ديل زي ما بيقولوا يعني ان انت تأجر الاسبوعين التانيين بحيث ان انت تبقى قاعد شهر كامل وهتديله الفلوس كاش وتبعده عن الابلكيشن بتاع اير بي ام بي. في ناس كتير جدا بترجح الموضوع دوت يعني. فانا اللي انا بتكلم فيه ان انت حاول تلاقي لنفسك مكان تقعد فيه لحد بس لما تيجي وتشوف امورك ماشيه ازاي. طيب دي بالنسبه لموضوع السكن. موضوع تاني مهم جدا وشفت ناس كتيره جدا ما بتتكلمش عليه. لو انت جاي من مصر على اللي هو اللوتري انت بتبقى جاي معكش الجرين كارد بتاعك ولا بيبقى معاك السوشيال سيكيورتي نمبر. فلازم يبقى عندك ادرس او لازم يبقى عندك عنوان عشان يبعت لك عليه السوشيال سيكيورتي كارد بتاعك او الجرين كارد. تاني انا هقول تاني انا بتكلم على ولايه تكساس. انا والله ما اعرفش بقيه الولايات بيعملوا ايه بس انا متاكد ان هم نفس النظام بالظبط. ولايه تكساس هنا ما ينفعش ان انت يعني مثلا انت عايز الجرين كارد بتاعك مفيش قولة ان انت تروح للمكتب بتاع مثلا الهجرة هنا في امريكا وتقول له انا عايز الجرين كارد بتاعي. لا لازم يبعته لك على البيت. ما ينفعش ان انت تروح تستلمه خالص. فعشان يبعته لك على البيت دي مشكلة كبيرة شوية. بنسبة كبيرة لازم تبقى انت عارف حد هنا في امريكا عشان تحط العنوان بتاعه عشان يبعت له الجرين كارد بتاعك والسوشيال سيكيورتي نمبر. لان لو انت حتى رحت قعدت في فندق في فندق مش هيرضوا ان هم يعني مثلا لو انت رحت قعدت في فندق ودخلت على على موقع الهجرة في امريكا وكتبت العنوان بتاعك العنوان بتاع الفندق ان هم يبعتوا لك الجرين كارد والسوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك على الفندق هيترفض. مش هيبعتوا لك اي حاجة على الفندق لان هم ما بيبعتوش حاجة على فنادق خالص. هم بيبعتوا على عناوين منازل يعني عن عنوان بيت عنوان شقة كده. لكن ما فيش قولة ان هو يبعت لك الجرين كارد او السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك على فندق. ودوت برضو يرجعنا لنقطة ليه انا بستبعد او انا شايف ان انت تبعد عن موضوع ان انت تأجر فندق. لان الفندق زي ما قلت هيبقى غالي عليك وفي نفس الوقت حتى مش هتقدر تستخدمه ان انت تبعت لنفسك الجرين كارد او السوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك فاهم. فالحل المثالي اللي بنسبة 90% الناس كلها بتستخدمه ان انت تبقى عارف حد جوه امريكا صاحبك بقى قريبك واحد انت تعرفه تبقى ضامنه تحط العنوان بتاعه يبعت لك يبعتوا له السوشيال سيكيورتي نمبر والجرين كارد بتاعك. وبعد كده بقى هو يبعتهم لك انت تروح تستلمه منه. وبعد كده بقى لما تبدأ تستقر تبدأ تخش على موقع الهجرة وتغير العنوان تحط بقى العنوان بتاعك اللي انت قاعد فيه. لو انت جيت سألتني زي ما قلت لك دي الحلول
اللي موجودة قدامك. يعني الموضوع زي ما بقولك ايه متكبش شوية، الموضوع مش سهل، بس لو انت قدرت تقدر، يعني لو قدرت ان انت زي ما بقولك ايه بس تقف على رجلك اول اسبوع تيجي هنا في امريكا، تعرف انت هتقعد فين وهتاكل ازاي وهتشرب ازاي وهتعمل ايه، كل حاجه من الكلام ده، بعد كده خلاص الموضوع بالنسبه لك مش هيبقى سهل، بس خلاص انت عديت اصعب مرحله، اللي هو انت جاي بلد ما تعرفش فيها اي حاجه، ما تعرفش اي حد، وعديت اول اسبوعين على خير. فاهم ليه انا في اول الفيديو قلت ان في ناس صراحة بتعامل المصريين او العرب في العموم على اساس ان هم جهلة؟ لان في وقت انا يعني شفت فيديوهات ناس بتتكلم ان انت جاي بقى ايه، معكش تليفون، الخط بتاع التليفون بتاعك مش شغال، معكش اي فلوس، مش عارف توقف تاكسي، مش لا يا جدعان، يعني الموضوع مش للدرجة دي. فاهم يعني الناس برضو، لا الناس مش ساذجة قوي بالطريقة ديت. فاهم فانا شايف ان الموضوع بس هي الفكره كلها بتبقى عايزه ترتيبات. انت جاي امريكا لازم تبقى مرتب هتقعد فين، هتاكل ازاي، هتشرب ازاي، ايه الحاجات اللي انت محتاجها اول اسبوعين على الاقل. بعد كده تقدر ان انت زي بقول لك ايه خلاص انت عرفت الدنيا ماشيه ازاي، تقدر ان انت تمشي امورك عادي. حتى كموضوع الخط ما عادي جدا، ما انت لو انت معاك السيم كارد بتاع مصر ممكن عادي تعمل السيم كارد ده دولي، لما تيجي هنا مصر تستخدمه على الاقل. مش اقول لك يا عم اول كام اسبوع، اول يوم او اول يومين بس، تعرف على الاقل تكلم حد، تعرف تجيب اوبر، حتى يا عم بلاش اوبر يا عم تجيب تاكسي. فاهم يعني الموضوع مش مقفول قوي كده للدرجه دي. فاهم انت زي ما انا ما قلت، انت لو انت رحت الامارات، هو انت ما انت بتروح وانت مثلا رايح الامارات او انت رايح دبي، بتاخد السيم كارد بتاعك مثلا بتاع فودافون اللي موجود في مصر وتقول له انا عايزه يبقى دولي. اول لما بتنزل الامارات السيم كارد بيشتغل. الموضوع يا جدعان مش باللي هو ايه انا مش عارف اي حاجه، مش عارف يعني ايه سيم كارد، مش عارف يعني ايه نت، مش عارف يعني ايه شقه، لا مش للدرجه دي يعني. فاهم وبالاخص في ناس بتيجي مثلا من مصر معاهم عيلتهم، يعني مثلا واحد ممكن يكون جاي هو وزوجته واولاده. فاهم ما ينفعش ان انت تيجي من مصر لحد امريكا هنا، بص كام ساعة طيران ومعاكوا شنط والدنيا بص مبهدلة ازاي، وتيجي هنا مش عارف انت هتقعد فين، مش عارف انت هتسكن ازاي، معكش سيم كارد، يعني كل فلوسك حاططها كاش. يعني دي الصراحة يعني هتبقى غريبة. فاهم صعب جدا. زي ما قلت لك حط امريكا على جنب، سيبك من امريكا، قيس نفس المقياس بالظبط لو انت رايح مثلا بلد زي دبي مثلا، فاهم، قطر مثلا، اي دولة من الدول ديت. فاهم ومعاك عيلتك، اكيد مليون في المية هتبقى مرتب فندق او هتبقى مرتب شقة قبل ما تسافر. فاهم عمرك ما هتلم عيلتك وتلم شنطك وحالك ومحتالك وتسافر او توصل بلد عربية مثلا وانت مش عارف اي حاجة، مش عارف انت هتقعد فين، مش عارف انت هتنام فين، مش عارف اي حاجة خالص، صعبة يعني. فاهم طيب في نقطة تانية برضو عايز اتكلم عليها. لو انت مسافر مثلا ولاية زي نيويورك، ودي انا الصراحة شفتها قدامي، يعني ممكن ولاية زي نيويورك يعني لو انت مسافر ولاية زي نيويورك هو فيها ميزة، بس دي طبعا مش هتبقى كويسة كبالنسبة للعائلات. يعني الواحد مثلا مسافر ومعاه العائلة بتاعته. فاهم ممكن ان انت في على الفيسبوك، في انا شفت كذا بيج على الفيسبوك للعرب مثلا، السكن للعرب والمصريين موجودين على كذا صفحة يعني موجودين على الفيسبوك. ممكن تخش على الصفحات ديت وتشوف الناس اللي هم بيأجروا شقق وتخش تكلمهم على طول. ده بقى بعيد عن اير بي ام بي. فاهم انا ليه على فكرة قلت نيويورك؟ لان نيويورك ايه فيها عرب كتير وفيها مصريين كتير، فالموضوع يعني ايه منتشر عن الولايات اللي ايه مثلا زي تكساس. فاهم يعني تكساس برضو الموضوع مش منتشر قوي عكس نيويورك. فاهم ممكن عادي تخش تكلمهم على الصفحات بتاعت زي ما قلت على الصفحات بتاعت الموجودة على الفيسبوك، ممكن بس عادي تخش تعمل عليها سيرش وتجيبهم، وهتلاقي ناس بتنزل اعلانات لشقق، بيأجروا شقق في نيويورك، في ناس حتى بيأجروا اوض. فاهم بس دي طبعا مش هتبقى مناسبة لواحد معاه عيلة. فاهم لو انت مسافر لوحدك دي عادية، ممكن تخش عادي تأجر أوضة جوه شقة. فاهم فالحاجات اللي زي كده زي يقول لك ايه في نيويورك متوفرة اكتر عن مثلا تكساس، بس برضه هيبقى فيها عيب. هنا في تكساس مثلا انت ممكن تأجر شقة، انا والله العظيم شفتها في اير بي ام بي فرنج مثلا في الشهر 30 يوم، 100 وقصدي 1700 1800 دولار في الشهر. فاهم ال 30 يوم طبعا جايه معاها كل حاجه، مطبخ بكل حاجه، شقه عاديه كانك مأجر شقه مفروشه. فاهم طبعا انت لو انت رحت نيويورك صعب جدا ان انت تأجر شقه كامله ب 1800. فاهم انا مش هكدب واقول هي بكام لان انا ما شفتش الاسعار، بس مليون في المية نيويورك هتلاقيها غاليه جدا يعني. فاهم استحاله ان انت
هتلاقي شقه ب 1800، فاهم؟ انت ال 1800 دي ممكن حرفيا تدفعهم في اوضه في نيويورك، فاهم؟ ان انت تأجر اوضه ما تأجرش شقه، فاهم؟ هنا حتى في تكساس انا شفتها برضو على الاير بي ام بي، ان انت ممكن تأجر اوضه، بس زي ما قلت ده لو انت جاي لوحدك معكش عيله، فاهم؟ تقدر ان انت تأجر اوضه هنا في تكساس، هنا في اير بي ام بي. الاوضه في الشهر الكامل ممكن تعمل لها مثلا في رينج $800 مثلا، $850 تأجر اوضه، تبقى انت مشير شقه انت وواحد، فاهم؟ هو واخد اوضه وانت واخد اوضه، فاهم؟ ممكن مثلا تدخل لها مثلا في رينج $800 في الشهر، فاهم؟ هنا في تكساس. فمن الاخر موضوع السكن هنا لو انت لسه جاي ما قدامكش غير الحلول ديت، يا اما تأجر شقه مثلا من على مواقع من ضمنهم زي ما انا ما قلت اير بي ام بي، او ان انت تأجر فندق. بس انا شايف احسن حاجه هي موضوع الاير بي ام بي دوت، اللي انا اعرفه واللي انا جربته كتير. ممكن الحاجه الوحيده اللي تقابلك مشكله هي بس ان انت تدفع اول اسبوعين مثلا هتيجي تقعدهم هنا مثلا في امريكا. وانا زي ما قلت ممكن تستخدم اي كارت من الكروت اللي بتبقى اللي انت تقدر تستخدمها في مصر، الديبت كارد، كروت البنك العاديه. تدفع مثلا على الاقل اسبوع او اسبوعين لحد لما تيجي وتظبط امورك، وتقدر بعد كده تمد تاني، تبقى خلاص انت خلاص دخلت وحطيت رجلك جوه امريكا. واما كبالنسبه لموضوع الجرين كارد والسوشيال سيكيورتي نمبر، زي ما قلت الاحسن ان انت تبقى عارف حد تبعت عليه، تحط العنوان بتاعه ان هم يبعتوا له الجرين كارد والسوشيال سيكيورتي نمبر بتاعك، فاهم؟ وبعد كده بقى هو يبعتهم لك، انت تقابله وتروح تاخدهم منه. لكن اوبشن ان انت تروح لمكتب الهجره تقول له اديني الجرين كارد او اديني السوشيال سيكيورتي نمبر، ده لا، ده ما بيحصلش. اللي انا اعرفه هنا في تكساس، ما اعرفش الولايات التانيه. ما بيحصلش، لازم يبعته لك على عنوان. طيب تعالوا نتكلم بقى، انت خلاص خلصت وظبطت امورك وعرفت دنيتك ماشيه ازاي، انت محتاج كام من الاخر عشان تمشي امورك دي كلها؟ 3 شهور، لو زي مثلا انت جاي هنا امريكا 3 شهور وما عندكش شغل، هتمشي امورك في ال3 شهور دولت، محتاج فلوس كام من الاخر؟ تاني انا هتكلم تاني من وجهة نظري اللي موجودة هنا في ولاية تكساس. طبعا الولايات هتختلف جدا من المصاريف، من القعاد، من تأجير الشقق، من كل الكلام ده. انا بتكلم على اللي انا اعرفه اللي موجود هنا في تكساس. لو انت جيت هنا وهتقعد مثلا 3 شهور من غير شغل، انا شايف ان انت محتاج بما يعادل مثلا مش اقل من $10,000. 10,000 دولار على فكرة مبلغ كبير، وانا عارف حاجة زي كده مش قليل خالص. وحتى جوه امريكا $10,000 والله العظيم مبلغ كبير جدا يعني. بس دولت ممكن يمشوك 3 شهور تبقى مستريح فيهم نفسيا. لو انت فكرت فيها زي ما قلت، قول مثلا هتتأجر شقة ب $2,000 في الشهر، يعني ال3 شهور بتتكلم في $6,000. من ال10,000 يعني بيبقى معاك $4,000. $4,000 على 3 شهور لو انت هتصرفهم اكل وشرب، ده كتير جدا. وانا بقول تاني، انا بتكلم على ولاية تكساس عشان مش عايز حد يخش على الكومنتات انت بتضلل الناس، انت ايه اللي انت بتقوله دوت؟ ازاي ب1000 دولار تاكل في الشهر؟ لا، $3,000 ولا $4,000 اكل لمدة 3 شهور هنا في امريكا، ده مبلغ كبير جدا جدا جدا. بس انا ممكن اقول ايه، $4,000 هتاكل وتشرب، ومثلا لو انت محتاج برضو ايه، ما انت محتاج تتحرك، ممكن مثلا تركب اتوبيس، ممكن تركب تاكسي. $4,000 على 3 شهور انا شايف ان ده مبلغ كويس جدا جدا لحد ما تقف على رجلك. وبنسبة كبيرة في خلال ال3 شهور دولت يكون بعتوا لك السوشيال سيكيورتي بتاعك، يكون بعتوا لك الجرين كارد، تكون بدأت دورت على شغل. اسهل حاجة او ممكن ابسط حاجة، ممكن عادي تشوف لك اي شغلانة، مش لازم حاجة كبيرة قوي. اي شغلانة تشتغل في وول مارت، تشتغل في تارجت، تشتغل في اي من اللي هو المحلات اللي هو السوبر ماركتات الكبيرة، بس تمسك منهم فلوس، وتقدر ان انت بعد كده تقدر ان انت بقى تأجر شقة بسعر اقل بكتير جدا من الكلام ده كله بقى، ال2000 وال3000 والكلام الهبل دوت. بس فالموضوع والله يا جدعان مش صعب، هي بس ايه زي بقول لك ايه، رتب نفسك ورتب امورك وهتلاقي كل حاجه باذن الله مشيت وسلكت يعني. واهم حاجه لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو انت شايف ان التشانل انت بتتعلم فيها حاجه او شايف ان هي مفيده ما تنساش تعمل سبسكرايب على التشانل. وبس كده، مفيش حاجه تانية، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.